ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل ماسك سهل جدا وحلو قوي للبحر، للناس اللي لسه جايه من البحر. طبعا طول النهار بنتعرض للشمس مع المياه المالحه، فبيحصل حروق للبشره. واحنا يعني يوم البحر ده بنيجي حمر، تاني يوم بنسود. هنجيب علبة زبادي بلدي، مش زبادي المحلى. لازم علبة زبادي اللي هي العادية بتاعتنا دي. بنحط بقى معلقتين 3 على حسب بقى العيلة كلها بقى هتستعمله، انت بس اللي هتستعمليه، هتحطي على قد اللي هيستخدمه. يعني طبعا هنحط في طبق كده عشان لو ايه حب حد ياكل علبة الزبادي دي او كده. هنحط بقى ال3 معالق في الطبق ده كده ونقلبه شوية كده بالمعلقة، لان الزبادي بيبقى عامل زي كتل كده. فاحنا بنقلبه بقى بالمعلقة ونحطه بقى طبعا لما بنيجي من البحر بنحس ان احنا منفخين او وارمين، مش عارفة، انا بحس بكده. الزبادي دي طول عمري انا بصراحة بعملها من وانا صغيرة. كنت يوم البحر ده كنت اجي بقى حمرة بقى خالص وورمة. فكنت احط الزبادي بس، يعني بنحط الزبادي فقط. الزبادي فيه تحطه لما تحطه الزبادي تحس ان هو ساقع كده. فمجرد ما بنحطه بيقلل الاحمرار والتورم، وبيخفف الالتهاب، والبروتين اللي فيه بيساعد على تقليل الحمار الشديد اللي احنا يعني ساعة لما بنروح بنلاقيه بالشكل ده. وحرقان كمان، لان الواحد بيحس ان ايده ووشه بتحرقه. فبنحط بقى الزبادي زي ما انتوا شايفين كده، بندهن بقى وشنا وايدينا. والاطفال على فكرة كمان ممكن نحطه. طبعا الاطفال بقى بتبقى لابسة حمالات وكده وقط، فبتبقى طبعا ايدهم محروقة من الشمس والبحر وكده. فبنحط برضو للاطفال. يعني هو الميزة اللي فيه ان هو غير مكلف وطبيعي، ممكن نحطه للكبار وللاطفال، مفيش منه اي مشكلة. وبنحطه كذا مرة في اليوم، يعني مش مرة واحدة بس. انتوا اول ما تروحوا البيت وتحطوا اول حاجه هتحسوا، يعني انا دلوقتي هوريكم الجسم بيشربه. يعني تحس ان ايه، يعني شايفين؟ بصوا منظر الزبادي عامل ازاي. انا هوريكم بقى بعد ما بينشف بحوالي تلت ساعه، بنسيبه تلت ساعه بالظبط. وبعد كده بنغسله، هتلاقي ان الجسم شربه. بنعمله كذا مره في اليوم، مش مره واحده بس، لا ده احنا يعني على مدار 3 4 ايام نعمل الزبادي ده. بس صدقوني هي جميل جدا، وهيضيع الالتهاب والحمار والتورم ده. بصوا اهو، شوفوا ده بعد حوالي تلت ساعة بالظبط. بصوا هتلاقي ان الجسم بيشربه. فهو جميل حلو جدا. من اول ما بنحطه بنحس ان الحرقان اللي احنا بنبقى فيه ده بيروح خالص. والحمار بيبقى الجلد ايه، محمر كده جامد قوي، زي كأنه زي المحروق. من اول استعمال. وبعد بقى ما بنغسله، شايفين دي من اول استعمال بس بيبتدي يخف بنسبة 10%. نعمله كمان مرة هتلاقي ايه، هيخف اكتر شوية بشوية. وكمان هيبيض البشرة مع الاستعمال كذا مرة. هتلاقي البشرة فتحت تاني، والسمار ده راح، والالتهابات وكل دوت. وهو فعلا حلو جدا وجميل وغير مكلف، وطبعا معلوش اي كيماويات ولا اي حاجة. واحنا بعد ما بنعمله بنشطف ايدينا او وشنا او جسمنا بالمية الباردة بس، من غير بقى ولا صابون ولا اي حاجة. ونعمله كذا مرة في اليوم علشان يجيب معانا نتيجة كويسة. وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.